السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البتنجان المخلل ونحفظه كده. هياخد معانا مثلا شهر شهرين كده، هنحفظه بطريقة سهلة وجميلة بإذن الله تعجبكم. ونبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله توكلنا على الله. معانا هنا البتنجان دوت طبعا غسلاه وفتحه كده وشايله الجزء اللي فوق دوت. معانا هنا المية بتاعته اللي هنسلق فيها البتنجان. هناخد معانا ايه بقى؟ بسم الله. هناخد كام واحدة فلفل بالشكل دوت، ومعانا كمان ليمونه هنعصرها عليه، او ليمونتين على حسب الموجود عندك، او على حسب انتي هتعملي كميه البتنجان هتبقى قد ايه. كده هنعصر الليمونه كلها كده، وننزل كمان بالقشر بتاعها اهو. هناخد كمان البابريكا، هناخد حوالي معلقه بابريكا كده بس. هناخد ملح، وطبعا مش هنكتر الملح لان احنا طبعا هنحفظه في التغطيه بتاعته او الخلطه بتاعته. هناخد كمان كمون شويه كده حلوين. هناخد كمان بقى شويه من الخل حوالي نص كوبايه. بسم الله. هنبدأ بقى ننزل بالفلفل البتنجان بالشكل دوت. نبدأ بقى نسيبه على النار لحد ما يستوي، هنشوف هيبقى شكله ايه. ونبدأ بقى نعمل الخلطة بتاعته اللي احنا هنحفظه فيها بالشكل دوت. نضغط عليه كده لحد ما المية تغطيه، ونرفعه بقى ونسيبه على النار. على ما البتنجان يستوي هناخد بقى الخلطة بتاعته نعملها كده في الكبة. معانا هنا فلفل احمر، معانا ليمونه او ليمونتين على حسب الموجود عندك، معانا هنا توم مقشرات طبعا، وهنا العامل الاساسي او يعني ده يعني على حسب بقى ما موجود عندك او مش موجود، بس ده بيديله طعم جميل جدا وبيديله اللون الحلو قوي بتاع المحلات اللي هو البنجر. انا كده شايله بنجريه كده في الفريزر، بحتفظ بيها كده وبستخدمها وقت اللزوم. هنا معانا البنجريه دي، يعني هناخد جزء كده منها وهننزل بقى كل دوت في الكبه. هنزل بقى كده بالكبه بالليمون بالبنجر. لو مش عندك البنجر دوت مفيش مشكله، لكن هو طبعا بيخلي الليمون في حته تانية، البتنجان في حته تانية خالص زي بتاع المحلات، واحسن طبعا نضيف وانت اللي عامله بايدك كده. نزلنا بيه كل دوت. هناخد كمان معاه نفس اللي حطيناه في البتنجان وهو بيتسلق، هنحط طبعا مع الخلطه دي الخل وبابريكا وطبعا الملح وطبعا الكمون. الكمون ده طبعا اساسي في البتنجان. بس كده هنضرب كل دوت، وزي ما احنا شايفين بعد ما فرمنا الخلطه بتاعتنا دي شايفين اللون بتاعها جميل جدا، وطبعا البنجر اداها لون حلو قوي. هنبدا بقى كده نفضيه. شايفين بقى الشكل واللون ما شاء الله جميل جدا. الميه بتاعته شايفين الشكل. اللي يتبقى منك او حاولي تكتري شويه، واللي يتبقى منك احتفظي بيه في برطمان كده وشيليه في التلاجة، وطبعا هتستخدميه في كل المخللات بتاعتك. جميل جدا. هنجيب بقى البتنجان بتاعنا ونشوف هنعمل فيه ايه. وده البتنجان بعد ما اتسلق بالشكل دوت. هناخد بقى معانا جزر مبشور، هناخده كده في العلبة اللي احنا هنخبط فيها. عفوا، ناخد شوية كده في قاع العلبة، وناخد الباقي بقى على الايه الخلطة بتاعتنا. نقلب كده. عندك بقى بقدونس حبة تضيفيه بيدي ريحة طبعا جميلة جدا، لكن انا طبعا ما عنديش النهارده فمش مشكلة. لكن لو اتبقى من الخلطة ديت، لكن اعتقد مش هيبقى منها، ممكن اضيف عليه واشيله فيه برطمان. هناخد بقى العلبة دي كده،
نبدأ بقى ناخد البتنجان بدل ما نبص واحدة واحدة كده يبقى، أو نحشيه واحدة بواحدة. نبدأ بقى ناخد كده ونحشي البتنجان كده بالشكل دوت. ونكمل باقي المقدار. وده البتنجان بعد ما خللناه زي ما احنا شايفين. حطيت عليه واحدة كده خيار، وطبعا الفلفل اللي احنا كنا سابقينه معاه. هنبدأ بقى ناخد كوباية من مية السلق اللي احنا سلقناها مع البتنجان. هنبدأ كده ننزل بيها كده بالشكل دوت. وده شكل البتنجان بتاعنا. هتحتفظي بقى بيه في التلاجة لحد ما تستعمليه. طبعا كل ما يغيب في التلاجة كل ما بينزل المية بتاعته. حابة تزودي مية عن كده زودي، انا هزود شوية صغيرين. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.